ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا اسفه اني باخر عليكم، بس معلش اعذروني. النهارده جايه لكم بوصفه سهله قوي بسيطه. كل الولاد بيحبوها وحتى الكبار بيحبوها. النهارده هنعمل ايه؟ وصفه الفطير الشرقي اللي هو المالح الجميل، بس بطريقه سهله من الطريقه المعتاده. الطريقه اللي هنعمل النهارده بيها اسهل في اعدادها، وهتحسكم ان الفطير الشرقي سهل جدا، وعجينته في منتهى السهولة والبساطة. مكوناته بسيطة قوي، وطريقة الإعداد برضو سهلة. وهتقدري تعمليها وهتنجح معاكي من أول مرة. هنحط جواها الحشوات اللي تحبوها. بس تعالي نبدأ على طول. بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناة هيبو كيتشن، واللي ما يعرفنيش وأول مرة يدخل القناة أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي هبة. بس قبل ما نبدأ برضو تعودنا على ان احنا في فيديوهاتنا هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ بص انا عايزة اوريكم عجينة هشة وبسيطة وتقدري تعمليها وهتعجبكم وتعجب الولاد. تقدري تعمليها في رحلات، وطرية كده ومورقة. بصوا خطيرة يا بنات، بجد هتعمليها وهتعجبك قوي. طريقتها بسيطة قوي زي ما قلنا، وهتنجح معاكي من أول مرة تعمليها. تعالي على طول نبدأ بالمكونات البسيطة. و... واللي هيعملها يكتب لي في الكومنتات عملها وإيه رأيه. بجد أنا من أنجح الفطاير اللي أنا عملتها، أو من أنجح الفطير الشقي اللي أنا عملته. بصي أي مكونات انت ممكن تحطيها هتنفع معاكي. تعالوا بس نبدأ بقى على طول ونقول مكونات العجينة، وهكتب لكم في الكومنتات تحت، او في التعليق المثبت هكتب لكم المكونات. اول حاجة هنجيب بولة كده، هنجيب مية دافية، كوباية مية دافية. وهنجيب كيس خميرة، هنفضيه كله يا بنات. وهنحط قد ايه سكر؟ هنحط معلقة سكر كبيرة ومعلقة ملح. بس قبل ما نحط الملح هنحط معلقة السكر وكيس الخميرة وكوباية المية الدافية يا بنات. ليه دافية؟ ما تبقاش ساقعة عشان الخميرة تتفاعل معانا، ومش سخنة قوي عشان ما نموتش الخميرة. هنفضل نقلب فيها كده لغاية ما ندوب الخميرة. هنسيبها قد ايه يا بنات؟ هنسيبها 5 دقايق، مجرد بس ايه ما الخميرة تنشط معانا. في اللحظة دي زي ما انتوا شايفين، بصوا بدأت تعمل فقاقيع كده وتعلى شوية. كده معناها ان الخميرة بتاعتنا حلوة. هنحط قد ايه دقيق يا بنات؟ هنعمل نص كيلو دقيق اللي هو 500 جرام. بس مش هنحطه كله، يعني هنسيب معلقتين كده عشان لو حسينا ان احنا محتاجين دقيق ما نزودش زيادة عن الكمية. احنا عايزين نعمل بالكمية بالظبط. هنحط قد ايه ملح؟ معلقة صغيرة ملح. يبقى هنحط بعد ما حطينا الخميرة هنحط الدقيق ومعلقة ملح و3 معالق زيت. زيت نباتي يستحسن طبعا، زيت زيتون لو عندك حطيه، بيدي طعم وبيوديكي في حتة تانية. هنفضل نقلب فيها كده لغاية ما نجمع العجينة. ويستحسن طبعا عشان العجينة تبقى مورقة معانا وتبقى طرية وتبقى ناجحة، لازم تكون الملمس بتاعها ناعم. عارفين تبقى ناعمة كده، هتفضلي تدعكي تعجيني فيها وتلتي وتعجيني كده زي ما بيقولوا. مش اقل من 10 دقايق. حتى لو لو عندك، بصوا شايفين انا بقول لكم نعم، حتى لو عندك كبة برضو تسيبيها او عجان تحطيها مدة 10 دقايق كده لازم يتعجن. بعد ما عجنتها لمدة 10 دقايق وحسيت ان هي نعمت، هتحطي فوق الوش كده شوية زيت كده. بس ليه؟ عشان بس ما العجينة ما تقشرش، انا مش عايزة العجينة تقشر. وهنغطيها بقى بكيس زي ما انا، كيس تلاجة زي ما انا وريتكم. هتغطيها بفوطة، هتحطيها ببلاستيك راب، اي حاجة. ايه بقى المكونات؟ هنسيبها تريح بقى. تريح قد ايه يا بنات؟ 10 دقايق. يعني اول مرة حطينا الخميرة 5 دقايق وبعد كده 10 دقايق. ايه المكونات؟ اي حاجة عندك. انا عندي جبنة فيتا، وعندي جبنة تركي، عندي بسطرمة، قرنين فلفل اخضر، عندك فلفل الوان حطي. هتقطعي طبعا الفلفل مكعبات صغيرة. عندك جبنة شيدر حطي، جبنة موتزاريلا. بصي شكلي. عايزة جبنات بس وتشيلي الفلفل ماشي. عندك زيتون برضو حطي. عندك لحمة مفرومة بس تكون متعصجة. تمام. صدق برضو معصجاه ببصل كده وشرايح الفلفل. آم، فراخ عملتيها زي الشاورما، لحمة عملتيها زي الشاورما. اي بصي عجينة هتعمليها ممكن تعمل معاكي اي حشوة من جوه، اي حشوة تستخدميها. تمام.
البسطرمة أنا عندي أنا عاملة بالبسطرمة والجبنات، البسطرمة مقطعة برضو حتت صغيرة، مش هحطها ايه كبيرة. بصوا زي شايفين قطعت القرن الفلفل، هنقطع البسطرمة برضو. هنقطع برضو الجبنة التركي او اللي قلنا زي ما احنا اي نوع جبنات، هتقطعي برضو مكعبات. عندي جبنة فيتا حطيتها. ما تستخسريش في دي بقى، في الفطيرة دي ما تستخسريش، حطي اللي يعجبك. عندي قد ايه يعني، مثلا قولي حطيت كده ايه 3 4 معالق كبار جبنة فيتا. هتحطي عليهم ايه يا هبة تاني؟ ممكن احط عليهم حطيت جبنة، بصي زي ما انتم شايفين جبنة موتزاريلا كده، واحط عليهم حبة البركة. طبعا انتوا عارفين فوائد حبة البركة، لو الولاد ما بيحبوهاش حطيها بقى جوه الحاجة، مش هتبان في الطعم. دلوقتي بقى هنيجي نعمل ايه. طبعا العجينة قعدت 10 دقايق، بصوا يا بنات عليت ازاي وخمرت. هنبدأ نفردها، بصوا زي ما قلت لكم، ولا هتخمري ساعة ولا 2 ولا 3 ولا يوم، هي 5 دقايق في الأول. وبعد ما عملنا العجينة سيبناها 10 دقايق. هنفرد على ايه؟ هنفرد على دقيق. بصوا يا بنات هنبدأ. انا نسيت اقول لكم في الاول، انا حطيت كوباية المية اللي انا حطيت فيها الخميرة ولما خمرت، وزودت قد ايه مية على العجينة تاني. خدت قد ايه مية؟ خدت ربع كوباية مية. طبعا زي ما الدقيق ما ياخد معاكي، كل دقيق طبعا بيختلف. ممكن دقيق ما ياخدش تاني مية غير الكوباية الواحدة اللي احنا حطيناها في الأول، ممكن ياخد كوباية ونص، وممكن كوباية وربع، زي ما أخد معايا كوباية يعتبر وربع. أهم حاجة يلم معاكي وما يلزق، ما تحسي ان هي بتلزق بس هي مش ملزقة في ايدك. تمام. احنا فردناهم مربع. هتجيبي اي صينية عندك، انا عملتها على صينية الفرن. انت اي صينية عندك مدورة مربعة، بس انا عملتها مربعة. انت عندك اي صينية ممكن تستخدمي، ممكن تستخدمي زي ما قلنا الصاج بتاع الفرن ده. انتوا بس تحطي زيت كده عشان ما يلزقش، وتفرجي ايه. احنا قلنا العجينة قطعناها نصين، نص فردناه اهو في الاول. وبصي زي ما وريتكم السمك، ما تبقاش تخينة يا بنات، تبقى رفيعة. هتبداي تحطي ايه عندك بقى؟ صلصة، عندك كاتشب، عندك صلصة بيتزا. انا عندي هريسة شطة. ممكن تحطي كاتشب حراق، انا حطيت كاتشب حراق. انت بقى ايه عايزة تحطي؟ صلصة بس مفيش. ال ال زي ما قلت لكم اللي انتوا عايزينه يعني، بس يستحسن حطي كاتشب، بس طبعا زي حسب رغبتك. هنبدأ بقى ننزل ايه، هنبدأ ننزل الجبنات اللي احنا حطيناها على بعض والفلفل، نوزعها كده بطريقة حلوة كده. ونبدأ بقى النص التاني من العجينة نبدأ برضو نفرده وهنحطه فوقيه. بقول لكم والله يا بنات سهلة قوي وهتعجبكم قوي قوي، وقلت لكم هتنجح من اول مرة تعمليها حتى لو عمرك ما عملتيه. بص انا بدأت احط ايه زي ما قلنا، حبة كده، حبة البركة فوق الوش كده. مش عايزة تحطي ممكن تستغني عنها، مفيش مشكلة. بص هنفرد برضو نفس الفردة، برضو هتبقى ايه، هتبقى مربعة برضو، عشان نحطوها فين؟ فوق وش الفطيرة دي. زي ما قلت لكم طريقتها من اول مرة هتعمليها هتبقى ناجحة معاكي، حتى لو عمرك ما عملتي الفطير ده وعمرك ما دخلتي المطبخ تعمليه، جربيه على الطريقة اللي انا بقولك والتكات اللي انا قلتها لك دي. هتطلع سهل. بصوا هبدأ بقى ايه، اروح واخداها على المردانة كده او على النشابة زي ما بتسموها، وهبدأ افردها فوق الوش. اهم حاجة بقى تسكنيها من الحروف. يعني ايه تسكنيها من الحروف؟ يعني تقفليها حلو قوي قوي من الحروف، عشان في الفرن ما تفتحش مننا. بصوا اتنيها بقى على جوه، تتنيها على فوق براحتك. هتبدأي تقفليها، انا هوريكم ازاي هقفلها. كأنك بتعملي عيش الحواوشي يا بنات، الاسكندرانية هم عارفين يعني ايه الحواوشي. بصي بتقفليها كده لفوق بحيث ان هي ما تفتحش مننا وهي داخل الفرن. هنحطها في فرن قد ايه؟ هنحطها في فرن 190 درجة، في الرف اللي في النص. لو عندك شواية والفرن عندك بيشتغل فوق وتحت شغليه، عندك بيشتغل تحت بس شغليه، ومجرد ما تستوي من تحت هتبداي تشغلي فوق. بص انا عملت ايه، الحته دي بس اتحذفت مني معلش. انا عملته زي مربعات كده، زي ما بوريكم كده بايدي، بسيف ايدي كده. هنبداوا نعملوهم مربعات كده، ونقفل الجناب حلو، وهنسيبه ترتاح. نغطيه نسيبوه ترتاح لمدة قد ايه؟ مدة 10 دقايق برضه يا بنات.
وبعد كده هوريكم الوش هنعمل فيه ايه. الوش بتاعنا هنحط ايه على الوش. هتحطي بيضة وتحطي عليها ملح وفلفل اسود. ممكن لو حابة تحطي فانيليا بدل ملح والفلفل الاسود حطي، بس انا بصراحة ما حبيتش احط عليها فانيليا. انا حطيت بيضة وشوية ملح وشوية فلفل اسود. وهنبدأ نعجن ايه سوري، هنبدأ ناخد بالفرشة كده ونحطه فوق الوش كده، ندهنها فوق الوش بس بعد ما تقعد تريح 10 دقايق يا بنات. وهتحطي ايه، ممكن تحطي بقى فوق الوش زعتر، ممكن تحطي فوق الوش سمسم، ممكن تحطي فوق الوش روزماري، ممكن تحطي فوق الوش حبة البركة. انا هحط بصراحة حبة البركة، هستكفي حبة البركة. بعد ما دهناه كويس والحروف ندهنوها كويس، نحط بقى رشة كده ما بين بقى الفتحات دي يا بنات هنحط ايه. بصوا المربعات اللي انا عاملاها جبنة موتزاريلا، وشوفي الجمال بقى. ممكن تستغني عن الجبنه الموتزاريلا دي. انا بقول لكم الجبنه الموتزاريلا دي ممكن تستغني عنها، بس انا يعني حسيت ايه هتديها طعم احلى كده. ممكن تحطي جبنه شيدر، ممكن تحطي جبنه تركي. بصي يعتبر في الفتحات اللي انا عملتها، او مش الفتحات، المربعات اللي انا عملتها بحط الجبنه التركي، واحط فوق سوري الجبنه الموتزاريلا، واحط فوق الوش زي ما قلنا نحط حبه البركه، زعتر، روزماري، سمسم، اي حاجه بقى انت عندك. شايفين؟ وهندخلها الفرن لغايه لما تحمر من تحت، وبعد كده نولع الشوايه. لو الشوايه بتولع لوحديها، لكن لو الاتنين بيشتغلوا مع بعض فوق وتحت شغليها. عندك مروحه برضو شغليها. شايفين الجمال؟ بصوا انا مقفله الحروف ازاي عشان ما تفتحش مننا. شايفين؟ اللي وصل لغايه هنا ولسه ما عملش اللايك ينزل يعمل اللايك، ودخل وما اشتركش وعجبته القناه وعجبه الفيديوهات، يلا انزلي اعملي اشتراك وفعلي الجرس للكل عشان اي فيديو بنزله يوصلك على طول ويوصلك اشعار منه. بصوا يا بنات بعد ما طلعت، بصوا الجمال بجد. الكاميرا هنا ظلمها جدا، شكلها في الحقيقة غير كده احلى كمان من كده. طبعا احنا بقى بالسكينة، بص الحركة اللي احنا عملناها بايدينا دي، بكف ايدينا او بسيف ايدينا. بصوا اللي عملنا زي مربعات كده. بصوا بتتفتح بسرعة ازاي او بتتقطع معانا بسرعة ازاي. بصوا الجمال. طبعا سخن نار. انا هوريكم بقى طرية وخطيرة خطيرة بجد. مش هتلاقي اروع من كده ولا اسهل من كده. بصوا يا بنات شايفين؟ طبعا لو زودتي جبنه موتزاريلا هتلاقيها معاكي بتمط طبعا اكتر حسب نوع الجبنه. اختاري جبنه موتزاريلا حلوه عشان تمط معاكي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ قلت لكم بطريقه سهله وطعم خطير وهتنجح معاكي. واللي مش هتنجح معاه يطلع يكتب لي في الكومنتات، بس انا واثقه ومتاكده اللي هيعملها من اول مره هتنجح معاه. طريقتها سهله قوي 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 وبسيطه قوي. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط. الفكره بتاعته عجبتكم. واكتبوا لي لو انتوا عايزين حاجات تانية، وصفات تانية وطرق تانية لحاجات تانية، اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا ان شاء الله هحاول اعملها لكم. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم وعلى قلبكم. يا رب تكونوا بتستفادوا حاجة من فيديوهاتي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني ووصفات تانية طبعا اسهل وبسيطة، وتقدري تعمليها في اي وقت لولادك ولضيوفك. اشوفكم على خير يا بنات في رعاية الله. باي باي، مع السلامة.